السلام عليكم. النهاردة يا جماعة هنعمل الكشري. كشري سهل وسريع وبتركات المحلات المشهورة. طب شوفوا شكله عامل ازاي، ولا طعمه خرافي، وكمان عمره ما هيبوظ ولا يعجن منك لو لسه مبتدئة. بجد لازم تجربوه بطريقتي، هيفوتكوا كتير لو مجربتوش الكشري بطريقتي. وهنعمل معاه خيار مخلل سريع. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة عندي حلة وفيها مية، انزل عليها بالعدس ابو جبة، والعدس كنت نقعاه لمدة ساعة. انزل عليه بمعلقة ملح بس كده، واحطه على النار عشان يستوي نص تسوية. عندي دلوقتي البصل، والافضل لو بصل ابيض، وممكن بصل احمر زي ما انا عملت لان ده اللي كان عندي. دلوقتي احط عليه معلقة دقيق ومعلقة نشا، وكمان هنزل دلوقتي بنص معلقة ملح. هقلبهم كويس جدا بحيث يغلفوا البصل كله، وفي زيت ساخن انزل بالبصل واقلبه لحد ما ياخد لون زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اصفيه واسيبه على صفاية، وبلاش مناديل عشان ما يبقاش طري. بعد كده انزل بالمكرونة في نفس الزيت اللي قليت فيه البصل، واقلب كويس لحد ما المكرونة تكون لونها ذهبي زي ما انتم شايفين. وبعد كده انزل بالشعرية واكمل تشويح المكرونة مع الشعرية لان المكرونة بتاخد وقت اكتر. طبعا انا مستمرة في التقليب عشان المكرونة والشعرية ما يتحرقوش. خلاص اول ما اخدوا اللون الحلو اللي قدامي انزل بفصين او 3 توم مفروم، واقلب كويس عشان التوم يتشوح معايا زي ما انتم شايفين دلوقتي. انزل بالرز، رز عادي مغسول كويس ومتصفي، وكمان اقلب عشان اشوح الرز كويس جدا. هبدأ احط الملح وكمان الكمون، ودول اساسيين في الكشري. انزل بعد كده بفلفل اسمر، وكمان ممكن دلوقتي ازود مكعب مرقة بيدي طعم حلو قوي للكشري للي بيستخدم المكعبات المرقة. اقلب كويس واشوح الرز كويس مع باقي المكونات. دلوقتي انزل بالعدس اللي انا سويته نص تسوية زي ما انتوا شايفين، وغسلته وصفيته كويس. انزله على الكشري واقلب كويس جدا. وبعد كده انزل بالمية كأني بسوي رز عادي جدا. وطبعا المية لو مغلية طبعا تبقى افضل. ادوق واظبط الملح بتاعي واسيبه يستوي على النار بنفس طريقة الرز. تعالوا بقى نشوف طريقة الدقة بتاعة الكشري. ملح وكمون، كمان شطة، وعصير ليمونة كبيرة، كل ده على مية. وكمان معلقة او معلقتين خل، و3 أو 4 فصوص من الثوم، واحطهم على النار بحيث يبقوا بالشكل الجميل ده. مجرد بس ما المية تغلي. هنا بقى بحب اعمل تريكاية بتاعتي في نفس الدقة بتاعة الكشري وهي سخنة. بنزل بالخيار
عشان يبقى بعد شوية خيار مخلل سريع طعمه حلو جدا واكله مع الكشري. طبعا لو مش بتحبوا الخيار المخلل مع الكشري فبلاش الخطوة دي. دلوقتي بقى الصلصة سهلة جدا. هنزل بزيت وعليها هنزل بفصين او 3 من الثوم يتشوح مع الزيت، وبعد كده انزل بالخل وانزل بمعلقة صلصة وعليها ربع معلقة صغيرة سكر، وبعد كده انزل بعصير الطماطم. اضيف الملح والفلفل وكمان الشطة على حسب الرغبة، وكزبرة ناشفة. هسيبها على النار لحد ما تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هعمل الشطة الزيت. احط زيت في حلة وعليها شطة، اقلبهم كويس مع بعض واحطهم على النار. اول ما اشم ريحة الشطة طلعت اقفل على طول عليها عشان ما تتحرقش. دلوقتي الشطة بنزل عليها بمعلقتين او 3 من الصلصة بعد ما اتسبكت واقلبهم كويس جدا. بص هو يا جماعة الكشري وجماله تحفة، ما فيهوش غلطة وطعمه حلو جدا. اوعي تشتريه من المحلات، جربيه بطريقتي، ولادك هيحبوه قوي وسهل سريع، وكمان عمره ما هيبوظ ولا يعجن منك لو لسه مبتدئة. جربوا الكشري بطريقتي. لو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي. أشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة.